الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو ده عن الإبعاد عن الدولة. الإبعاد قضائي أو إبعاد إداري. الفيديو ده مهم جدا. هناك نوعين من الإبعاد، في إبعاد قضائي بيصدر بحكم قضائي ويزال كمان بحكم قضائي، وفي إبعاد إداري بيصدر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ويزال بطلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة. أنواع الإبعاد وأسبابه: الإبعاد القضائي بيصدر بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنح وفقا للقانون، الذي ينص على أنه إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة. يعني ممكن لو حد فيه عنده مشكلة زي كده يحكموا عليه بالإبعاد بدل ما يحكموا عليه بأي عقوبة تانية. الإبعاد الإداري: يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية. ووفقا للقرار الوزاري فإنه يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مدير عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، من حقه أنه يمشيه حتى لو معاه كل ده، إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش. ويجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، وتلغى إقامة مكفوليه، يعني كل اللي تبعه التابعين له كلهم بتتلغى إقامتهم معاه. وتوجد مهلة تصفية مصالح المبعد، يعني لو واحد مبعد بيدوله مهلة إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح له مصالح في الدولة تقتضي التصفية، بيعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد عن 3 أشهر. يبقى اتكلمنا في الفيديو ده عن الإبعاد الإداري والإبعاد القضائي وإيه أسبابه وإيه المدة اللي ممكن يقعدها عشان يصفي كل حاجة عنده، وإزاي يقدر إن هو يعمل استرحام لو عنده إبعاد إداري. ويا رب أكون فدتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.